بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة هنعمل معاكم كوسة محشية يا جماعة. ازيكم الأول؟ ازيكم يا أحبابي؟ عاملين ايه؟ إن شاء الله تكونوا بخير. النهاردة هنعمل كوسة محشية وفلفل. كان عندي كوسة في التلاجة وكمية يعني كويسة، وقلت أعمل منهم شوية محشي. والحاجة كلها الخضرة طبعا انا بجيب الحاجات دي بتفضل عندي فترة، يعني بحب الحاجات دي تفضل عندي في التلاجة موجودة على طول. يعني ساعات كمان بتبوظ وتترمي، بس الحاجة تبقى موجودة في البيت. احب اعمل الحاجة في اي وقت تبقى موجودة. وبقدر الامكان يعني الواحد بيستحرم ان يرمي حاجة، بنحاول بقدر الامكان ان احنا نستخدم الحاجة اول باول. فده يا جماعة حوالي 2 كيلو كوسة، وحوالي نص كيلو فلفل رومي اللي هو الاخضر ده. وطبعا احنا عارفين طريقة المحشي والتسبيكة والحاجات دي، بس انا قلت اعمله معاكم كده. وكنت هعمل كنت عاملة صينية مكرونة كوسة بشاميل معاكم قبل كده. عملتها النهاردة، قلت لا مش لازم اعملها لكم تاني. انا عملتها وهي في الفرن. هبص عليها كمان، انا ناسياها. لا لسه الحمد لله، لسه ما اتحمرش الوش بتاعها. انا معايا ايه اللي قلت الكوسه والفلفل دول كده نركنهم هنا. ومعايا صلصه طبعا بعملها، وبقول لكم انا بعملها ازاي، عملتها معاكم قبل كده. ومعايا بصلايه كبيره حلوه كده قطعتها، بصل ابيض او احمر اللي موجود عندك. ودي خضره انا ما كانش عندي غير بقدونس بس، هي تنفع بقدونس بجميع الخضره اللي عندك، شبت كزبره بقدونس. بس انا ما كانش مش قادره انزل طبعا، عندي بقدونس بس، فقطعته وغسلته كويس طبعا وقطعته. ومعايا بقى هنا حاجه على النار فيها زيت. المحشي يا جماعه اي محشي ما يتعملش الا بالزيت. عايزه تحطي حته زبده على الوش وهو بيستوي خير وبركه، حلوه الزبده بتديله طعم وهو بيستوي. انما ما تحطيش في قلبه سمنه او زبده، لان بتجلد كده وبتدهن. فنتنقل بقى على البوتاجاز ونعمل معاكم التسبيكه بتاعته. كده يا جماعه الطاسه على النار اهي، حاطه فيها زيت بس. وهنزل بالبصلايه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نعلي النار بقى عشان انا كنت موطيه. تتشوح بس حاجات بسيطه، انا ما بحمرش ابدا البصله بتاعت المحشي نهائي، عشان طعم البصل يدي نكهه في الرز وفي الصلصه تبقى جميله. يعني زي ما بتقولي ايه، تعمليها ني في ني كده على السريع. بس انا مش بعملها ني في ني، انا بديله تشويحه بسيطه جدا جدا على النار كده. نشوح حاجات بسيطه كده، وبعدين ننزل بقى ايه بالصلصه. بصوا يا جماعه هي اتشوحت شويه كده بالطريقه دي. هنزل عليها بقى بالصلصه. بسم الله الرحمن الرحيم فريش. وهنزل بمعلقه معجون صلصه، اللي هي البرطمانات، علب، اكياس، اي حاجه. بس انا بحطها في الفريزر، بفتحها وبحطها في الفريزر عشان بيغير لما بتقعد تحت في التلاجة بتغير طعمها، تحسي انها داخله زي ريحه الخل كده، فدي بتبقى داخله على انها تبوظ. فخلي بالكم موضوع الصلصه الفريش، البرطمانات دي ما تخلوهاش في التلاجة تحت. افتحي البرطمان حطيه في الفريزر على طول، مش هيجراله حاجه. انا بحطه اهو ازاز كده في الفريزر وما بيجروش حاجه خالص. لو قعد بالسنه كمان في الفريزر مش بيجراله حاجه وهو مفتوح. بتجمد شويه بس بيحتفظ بيها طبعا. انما تحطيها تحت في التلاجة اسبوع وهتلاقيها باظت. نحط بقى ملح وفلفل وشطه كمون بسيط طبعا عشان ما يمررش. ملح كده وتدوقي وتشوفي الحط بتاعك مظبوط. نحط سنه شطه عشان ما تبقاش حاميه قوي كده، يعني ايه نص معلقه صغيره. ونحط فلفل اسمر. لما بتبقى الصلصه عندي في الفريزر وبنزل منها مثلا كل ما تخلص من الثلاجه من تحت، انزل كيس واسخنه في الميكرويف او على البوتاجاز واحطه، بيوفر لي وقت جدا. بصي ثبتت بسرعه ازاي. سنه كمون كده عشان ما يمررش، متاخدش وقت. يعني البصله تتحمر بتلاقي الموضوع خلص خلاص، والصلصه اهي متاخدش وقت. مش زي ما تكون هتعمليها
وتضربيها في الخلاط وتحطيها فريش. ما هي تعتبر فريش برضك، طعم المزازه بتاعها جميل جدا، وما بتفرقهاش خالص عن الصلصه الطماطم الفريش اللي انت جايباها. كده بقى نحشي بقى، احط عليها على الرز على طول. اهو الرز انا غسلاه اهو كده. ده نص كيلو يا جماعه، لان الكوسه مش هتاخد كتير ولا الفلفل. ورق عنب اللي بياخد، المحشي الكرنب بياخد رز، انما الحاجات البتنجان الكوسه ما بياخدوش خالص رز. فده كويس كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نسقي بقى كده، نسقي ونتنقل بقى على الطبق اللي انا حاطه فيه الخضره. بسم الله الرحمن الرحيم. كده بقى ايه، هنزلها على الخضره بالشكل ده. ممكن عايزه تحطي هريسه، معلقه هريسه بدل الشطه. لو انت عامله هريسه عندك حطي معلقه هريسه تخليها طعمها حلو قوي. طبعا الفلفل بيخلي المحشي حلو قوي. كده نقلبه بقى وسخنه. بسم الله. نحط معلقتين زيت كده عشان يديله لمعه. وفي السوا طبعا انتوا عارفين ان انا بحط زيت او زبده على الوش بالشكل ده. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم. كده يا جماعه نقلبها كويس جدا جدا، وادوق الحدق بتاعها ونشوف الاخبار ايه. كده بقى نحشي يا جماعه على طول. انا معايا بقى تقوير الكوسه، التقوير اللي طلع من الكوسه هحطه في ارضيه الحله عشان طبعا لو عليت النار ما تلزقش فيه. كده بالشكل ده. حطيت الارضيه كلها اهي كوسه. عندك خضره مش عايزاها تقطعي، عايزه ما عندكيش الارضيه تحطي ايه، حطي بصلايه وطماطمايه بتدي بردك طعم حلو قوي. نحشي بقى الكوسه. بسم الله الرحمن الرحيم. حاطه الشوربه على النار، كانت عندي شوربه فراخ حطها في الفريزر، فانا طلعتها تفك شويه وبعدين حطيتها على النار اهي. وازود الطعم بقى، اجمله بمكعب شوربه وادوق الحدق بتاعها واشوف. الحاجه لما تبقى موجوده عندنا يا جماعه والله بتوفر وقت وبنخلص الحاجه بسرعه. يعني انا صليت العشاء وقلت اعمل شويه الكوسه دول، وعملت صينيه كوسه بالبشاميل، وعملت كوسه مطبوخه. اصلا انا عندي كوسه كتير كوسه مطبوخه، وعملت كوسه بشاميل. الولاد بيحبوا ياكلوها بالمعلقه كده، وهي اصلا مغذيه الكوسه طبعا. كده ونمسح خالص الكوسايه كده بالشكل ده ونحطها بقى في الحله. انا مش بوقفها، معلومه مهمه جدا، ما توقفيش الكوسه ولا البتنجان لان بياخد وقت في السوا ومش بيشرب كله من بعضه كده، ما بتلاقوش طعمه حلو. خلص خالص كده. ده نص كيلو رز يا جماعه، بص ما شاء الله مع الخضره مع الصلصه مدينا كميه كبيره جدا. طبعا اخواتنا اللي من سننا كده طبعا يعرفوا ما شاء الله، يعني كل حاجه عارفينها. انا بتكلم على البنات الصغيرين او اللي لسه متجوزين ومش عارفين يعني طريقه الاكل ازاي. فدي انا يعني دي حاجه بسيطه يعني يتعلموها. كده اكمل بقى كله واحشي صباع فلفل كده معاكم بالشكل ده. طبعا الفلفل انا بحشيه في الاخر وبحطه على الوش او في جنب، والكوسه في جنب. بس انا دلوقتي كنت نفسي اجيب بتنجان، بس البتنجان الايام دي مش حلو يا جماعه. بسم الله. كده ما نحشوهوش كله، يعني نصه كده، لان الرز بيزيد. انا هركنه هنا مع الكوسه
كده واحشي الكوسه كلها وبعدين احطها على الوش، ونرجع نشوف بقى لما نسقيها بالشوربه ونحطها على النار. كده يا جماعه انا حشيته كله زي ما انتم شايفين كده، وفاض رز كمان ما شاء الله من النص كيلو. سبحان الله ربنا مبارك اهو. هطلع كيس كرنب بقى من الفريزر اعمله حله صغيره. فانا ده هسقيه بالشوربه قدامكم واحطه على النار، وبعدين ابقى احشي بقى الكرنب. دي الشوربه اهي، شوربه فراخ، وحطيت لها مكعب شوربه برضك بيديها طعم وذوق الحادق وظبطيه، وفلفل اسمر وكده وزي الفل اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بعيد عن الرز نفسه. بسم الله. هسيب شويه شوربه بقى لايه، محشي الكرنب، لان هي حله صغيره كده اهي. بصي الشوربه هي الحمد لله كتير، هو ده التسويه بتاعته تبقى مظبوطه. بصي انا مش لازم اغطيه المحشي كله، يعني يبقى ايه يعني في نص الحله كده الشوربه. شايفين الشوربه اهي، شايفينها؟ اكبر لكم الشاشه شويه. نص الحله كده احطها على النار بقى واحشي الباقي، وتشوفوه بقى بعد ما يستوي ان شاء الله. اسيبكم بقى قبل ما يستوي ان شاء الله. بس في تكه هنا، انا بحط شويه زيت كده على الوش يديله لمعه بالشكل ده، واروح حاطه له حته زبده تاني، زبده بلدي من اللي هي البيضه دي كده. هي في التلاجة فجامده، بعد ما مسيحها بحطها في التلاجة عشان ما تغيرش طعمها كده. هي بقى تسيح يديها طعم حلو قوي ان شاء الله، يطلع جميل. وحاجه تانية بردك احط له معلقه صلصه على الوش كده عشان يدي اللون المحشي احمر كده. انا نقلته على النار على البوتاجاز. احط بقى ايه معلقه صلصه كده، هو الحط بتاعه طبعا مظبوط. تغلي بقى الصلصه دي تخلي اللون المحشي احمر وجميل كده، لونه بينك من بره، بالذات كمان مع الكرنب بيخليه روعه. معلقه الصلصه دي اللي انا بحطها على الوش، وكده يستوي بقى مع بعض مع نفسه، ونرجع نشوف بعد ما يستوي. وكده رجعنا لكم يا جماعه بعد ما استوى المحشي ما شاء الله لا قوه الا بالله. بصوا تحفه تحفه، وريحته جميله جدا جدا. وشويه الرز اللي فاضوا رحت عامله بيهم حله صغننه كرنب. طلعت كيس كرنب من الفريزر وسويته بردك، والحمد لله النهارده الاكل اهو. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. وصينيه الكوسه بشاميل، الاكل كله كوسه وطبيخ. هعمله بردك حله كوسه مطبوخه، اللي بيحب الكوسه المطبوخه، اللي في ناس ما بيحبوش عندي الحاجات دي، فعامله لهم كوسه مطبوخه. وده كان الفيديو النهارده بتاعنا بالهنا والشفا اللي هيعمله طريقه سهله جدا جدا. اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ده الفلفل ودي الكوسه وده كرنب ودي الكوسه البشاميل. اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. متنسوناش في لايك واشتراك في القناه وشير عشان ينزلكم كل جديد. في رعايه الله وامنه. مع السلامه احبابي، في رعايه الله.